بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. في الحلقة السابقة احنا اتكلمنا عن مرحلة الطفولة وأمر السرقة، ودكتورتنا الفاضلة قالت إن في السن ده ما نقدرش نقول عليه سرقة، لأنه هو بيبقى لسه بيكون وعيه ومفهومه عن الملكية، وهو حاجة عجبته أخدها ومشي، مش في دماغه أصلا حبيبي إن هو كده بيسرق. ورد فعلنا يكون عامل إزاي، ونفهمه الصح والغلط ازاي من الموضوع ده، ونحط على جنب خالص بقى موضوع ان انا فضحنا وابني فضحني وسرق ويا حرامي، وافضل يعني افضحه بقى في العيلة كلها، والامور دي كلها دي بترسخ في الامر ده. النهاردة بقى احنا في مرحلة اكبر، مرحلة المراهقة او مرحلة ما بعد ال9 سنين. كبر وبدأ يفهم، وبرضه بيمد ايده، بياخد سواء من البيت، من محفظة بابا او من شنطة ماما او من اخواته، او بياخد من المدرسة. وبدأ الامر ياخد شكل تاني ومنحى تاني، والام تقلق. ايه ده؟ لا، ده انا ابني بيسرق بجد، ده انا ابني كبير وبياخد بقى ويشتري لنفسه حاجات، وبيجيب هدوم، يجيب يطلع يعزم صحابه بره باللي هو سرقه والحاجات دي كلها. طب احنا نعمل ايه؟ هنقضيها بقى يا دي النيلة ويا دي الفضيحة برضو، ونمسكه ونضربه او نضربها علقة بقى شديدة والله، ونحرمه من المصروف ونخليه يبقى حرامي بجد ونزود عليه الموضوع؟ ولا نعمل ايه التصرف الصحيح تربويا؟ ايه؟ طيب، هل في علامات في الأول تخليني ألحق الموضوع من البداية، ولا لأ أنا هتفاجئ كده، هيعمل لي مفاجأة أنا بقيت بسرق؟ إمتى أوديه لحد متخصص، لأن الموضوع فعلا بقى سرقة حقيقية، وبقى هو عن سبق الإصرار والترصد كما يقال في القانون. هو بيستنى بابا ينام عشان يدخل الأوضة يسحب المحفظة بطريقة ما، مش عارف إيه، ممكن يخلي حد من إخواته يشاركوا في الموضوع، يقف له بص ماما جت ولا لأ. ففي جريمة متكاملة الأركان. امتى نلجأ لمختص نفسي، لأن الأمر خلاص خرج ما بين ايدينا؟ كل التفاصيل دي هنعرفها ان شاء الله تعالى مع ضيفتنا اللي مشرفانا، الدكتوره منى صبحي، دكتوره في التربيه ورئيس المنتدى العالمي للفكر والثقافه. السلام عليكم واهلا ومرحبا يا دكتوره منى. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك يا أستاذة ندى وكل المشاهدين الطيبين، أهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. الحلقه الله السابقه يسلمك. كان الامر فيها هين، وقلنا ده طفل صغير، وحضرتك يعني شرحتي الامر باستفاضه، بارك الله فيكي. لكن احنا النهارده في مرحله مهمه قوي، في الطبيعي نعم. بتاعها فيها صعوبة أصلا، وكلمنا كتير عن مرحلة المراهقة وإزاي نعدي فيها بسلام. فما بال حضرتك بقى لما يكون المرحلة دي بصعوبتها فيها أزمة كبيرة، وهي أزمة مد الإيد ما بين قوسين إنه بيسرق؟ إيه الأسباب اللي تدفع ابن أو ابنة في سن المراهقة إنه يمد إيده ويسرق؟ نعم. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هو لو حكينا دلوقتي عملنا فصل بين الطفل في المرحلة العمرية، يعني ما قبل 9 سنوات. هو طبعا قبل 9 سنوات قلنا يعني لا يوجد عنده مفهوم التفرقة، أو ما فيش نضج في مفهوم التفرقة في الملكية. بينما امم. بعد 9 سنوات الطفل أكثر إدراكا، خاصة لمفهوم الملكية وهو امم. مفهوم الحدود. يعرف يعني تمام. إيه أنا أملك شيء، وإيه يعني الآخرين يملكوا شيء. طيب، إيه بقى اللي يخليه يدفع الطفل إنه يسرق؟ في عندنا جملة أسباب حقيقة. يعني هذه الأسباب لازم إحنا كأمهات وآباء، إن ما كناش هنعرف نوصل لها صح يبقى لازم نستشير حد يساعدنا. ليه؟ لأنه امم. السلوك المضطرب ده، اللي أنا أمد إيدي على شيء مش بتاعي وأنبسط عشان أنا أخدته، ممكن يكون مرتبط بمشكلات تانية غير السلوك أو الدافع للسرقة. امم. يعني مثلا الطفل اللي عنده مشكلة في التركيز، دي خطيرة جدا. إن هو مفيش تركيز، يعني هو مدرك إنه ممكن يعني ما يمدش إيده على حاجة مش بتاعته، لكنه مش مركز فأخذ الحاجة ومش منتبه. في كتير بتحصل عندنا الأولاد اللي عندهم تشتت في التركيز، بيبقى ممكن يقبل على شيء، ياخد شيء، ممكن يكسر شيء، هو مفيش عنده تركيز هو بيعمل إيه. دي نقطة امم. خطيرة جدا. النقطة الثانية، المشكلة الثانية المرتبطة بالسرقة، العناد. اه. مشكلة العناد إن أنا بكرر الخطأ وبصر على هذا الخطأ لأسباب تربوية أو أسباب سلوكية دفعتني لهذا الأمر. أنا لازم أحل مشكلة العناد وإما أحل مشكلة السرقة. في عندنا مشكلة ثالثة ودي منتشرة جدا وشائعة، اللي هي مشكلة الكذب والإنكار.
الطفل ايوه. لما بيتعود من سن صغيرة إن هو يكذب أو يألف من عقله أو يبقى خياله واسع شويتين، وأنا ايوه. ما علمتهمش الفرق بين الخيال وبين الواقع. يعني ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأمهات والآباء الزموا أولادكم، الزموا أولادكم، يعني هنقعد مع أولادنا نشوف النمو بتاعهم تدريجيا. والله ماشي في الإطار الصح تمام، في امم. شوية تذبذب أنا لازم ألحق هذا التذبذب قبل ما يكبر بالظبط. ويتسع بالظبط. الخرق على الراقع. امم. فهي دي الفكرة، إن لما يبقى أنا عندي الطفل بيميل لأن الخيال، في كتير جدا عندنا، وعلى فكرة دول العباقرة والأذكياء جدا خيالهم متسع، فما بيعرفش يفرق بين الواقع وبين اللي هو بيحكيه أو في الخيال اللي بيتخيله، فبيبقى يحصل عنده موضوع الكذب. لما بيمد إيده بياخد شيء مش بتاعه فورا بيلجأ لحيلة الكذب. لا أنا امم. ما أخدتش، لا لا، ده إنكار كمان، مش ده فلان اللي أخد، ده أخوي اللي أعمل. بالظبط. فنقطة إن أنا عندي صار مشكلة تانية، مش امم. مشكلة السرقة، صار أنا عندي مشكلة نفسية، في اضطراب شوية محتاجين نعالجه، اللي هو الكذب أو الإنكار. في نقطة كمان خطيرة مرتبطة بسلوك السرقة، اللي هو حب التقليد. حب التقليد ده أحيانا أنا بقلد الأم والأب، يعني لما يجي الأب يفتخر مثلا هو قاعد كده، والله كان في خصم وعرض وكذا وأنا أخدت الحاجة ومشيت، أو الأم تقول أنا عملت كذا، فهو بيشوف إن موقف البطولة أو موقف الافتخار اللي هم بيحكوا فيه، اه. إن اه. هي اتحايلت أو أمم. أو مثلا التاكسي ما خدش منها وما خدش من باله من العداد فهي دفعت أقل من العداد، ايوه. فهو اه. بيستحل بالطريقة دي. بالظبط. أو الأم اه. مثلا، الشائع جدا عندنا في السلوكيات، الأم مثلا اللي هو مرتبطة بزوج يعني مثلا بيقدر عليها أو ما بيديلهاش المبلغ اه. فهي بتاخد من وراه، امم. فالطفل بيفتح عينه بيشوف إن ان ماما الأم بتاخد من ورا بتدبر بابا. أمورها من ورا بابا. ما امم. تقولش لبابا أنا هصرف، ما تقولش لبابا، فهو كده كمان ركبت عنده مش بس السرقة، ركبت استحلال السرقة، وإن هو إزاي يخفي هذا الأمر بشكل التستر كبير عليها وبالتالي كمان. هيشتغل عليها. نعم. التستر على السرقة. مش بس ده، في هنا تأسيس لمشروعية السرقة. امم. فهي الموضوع ان احنا وزي بقى نعمل بقى المهارات اللي هي تخلينا فعلا نطلع بالسرقه باحسن حال. دخلوا اللي جاب لنا ده، عمو اللي جاب لنا ده، مش عارفه ايه. فهي ايوه. دي كل ايوه. هذه الامور خطيره جدا. الام احيانا بتبقى احيانا احنا نفسنا بنعلم اولادنا بشكل يعني مجاني السرقه. انا مع عيديات، اخد مثلا مكافآت، اخد كذا، فحطها مثلا في مكان، لكن انا كأم خايفه انه هو يصرفها، فانا اخدتها. فين يا ماما ما اعرفش راحت فين. امم. فانا اللي كذبت وانا اللي سرقت. فهو يعني لما يكبر شويه شويه هيتعلم ان امه سرقت هذا الامر او ابوه اخذ الامور امم. واخذ واستحلها. لا اصله بعدين لو ضغطنا عليهم بقى، اصله كان عندنا زنقه في البيت واضطرينا نجيب كذا. طب انت ما استاذنتنيش، انا صاحب ايوه. الفلوس، اصح انا اه. ابنك الصغير وانا صاحب العيديات. فكتير جدا من بعد العيد احنا عندنا مشكله كبيره جدا مع الامهات. تعالي يا بالظبط، هات حبيبي احوشك العيدية وتقول لك اعينها لك لا. يا حبيبي، او مثلا في لا انا ما اعرفش مناسبة هات اتفقيتي الحاجة بقى، اعينها لك، مفيش خلاص عنها له وراحت بخرت يا دكتورة. بس كده. هو انا علمته ايه؟ انا علمت الطفل بالسلوك ده ايه؟ انا بحجه ان انا بحافظ له على فلوسه، انا صرفت الفلوس اساسا هو ما عادش بيثق فيا. دي رقم امم. واحد. ورقم اتنين، ان طب خلاص، وانا لو لقيت عندك فائض فلوس او حتى انا هاخدها عادي زي ما انت خدتيها انا هاخدها. فهي دي الفكره. النقطة الثالثة كمان في حب التقليد، مش بس للآباء والأمهات وسلوكياتهم امم. الخاطئة، لا أحيانا بنقلد الأصحاب، احيانا بنقلد الكرتون زي ما حكينا في حلقه سابقه، ايوه. بنقلد الكرتون، بالظبط. نقلد بالظبط. الاصحاب. ما الولد جاي يفتخر قدام اصحابه ان انا بابا كان سايب مبلغ كبير فانا اخدته وتعالوا معازمكم عليه. يا سلام، ده بطل بقى، ده عزم امم. الاصحاب وعمل وسوى. طب ايوه. انا هعمل بالظبط. كده والا هيبقى منظري اقل من اصحابي. او ان انا بلفت الانظار، خاصه في سن دخلنا في سن ال 12 13 سنه، وفي ايوه. بنات وفي صبيان اه. وفي كذا. فانا لا، انا بصرف. فياما امهات بيشتكوا ان الذهب بتاعه مش موجود، ياما في حاجات مقتنيات مش موجوده. ودي امم. نقطه خطيره تانية متعلقه جدا. بنقطه جدا. تانية، ان اه. في امهات واباء مش ما بيعرفوش يضبطوا داخل البيت الاشياء الثمينه.
انا ما مش بخون اولادي، لكن مش هحط المبالغ تحت ايديهم، ولا هحط الاشياء الثمينه، لانه برضه هم صغيرين وممكن الشيطان يضحك عليهم بدافع انه يقلد لاصحابه او يلفت الانظار، او اساسا ما عندوش ثقه في نفسه، وبالتالي عايز يظهر قدام الاخرين بانه حاجه ما حصلتش، فانا او يجاريهم يعني. فانا لازم اتفقد الاشياء الثمينه داخل البيت، ولازم الاحظ التغيرات اللي بتحصل على اولادي. لما تيجي تشتكي ان بنتها معاها ايفون احدث موديل وهي ما جابتوش ولا ابوها جابته منين؟ واحده مين صاحبتي جابت لي اياه. بالظبط؟ لا، ده واحده اه صاحبتي دي جابت لي اياه، دي خطيره جدا. مين اللي اعطاك طبعا اياه؟ طبعا. واحد سرق هي من جايبه امه لها توكه وابوه ولا جايبه واعطاني انا. لها كتاب ولا ده مبالغ ضخمه. بصي حضرتك، ده ولد سرق، دي القصه حقيقيه. ولد امم. سرق من امه 2 غويش ذهب وباعهم بسعر بخس، يا وبعدين راح اشترى الله. الايفون علشان البنت ترضى عنه، عنده 13 سنه. يعني هي الفكره ان القصه اتعرفت لما صاحب الذهب راح هو يبلغ الشرطه، لانه هو امم. باعه بسعر بخس وما يعرفش اصلا. امم. فتتبعوه لغايه ما وصلوا. الولد بكل بساطه بقى بيبكي بينهار، بيقول لهم يعني انا صاحبي ادى لصاحبته كذا، لو صاحبه برضه سرق. فهي دي يا الفكره، ان الله. احنا عندنا امم. في حب التقليد بيسيطر على الطفل، بيدفعه لانه هو يسرق، على الرغم انه ممكن يحس ان الموضوع ده يعني غير لطيف يعني. امم. فدي احد الاسباب. طبعا عندنا من الاسباب، او من اللي هي بقى اللي فيها اضطراب نفسي حاد بقى، لما يبقى ده سلوك انتقامي. ايوه. اللجوء للسرقة من قبل الصغيرين اللي هم بعد 9 سنين لحتى يمكن تقولي 20 سنة ما عندناش مشكلة، اللي هو سلوك انتقامي من يعني اليافعين للآباء بغرض إن أنا أضايقهم. ايوه. هو حارمني أو قاسي علي أو بيفضل أخوي علي، أو أيا كانت السلوكيات الخاطئة اللي إحنا أحيانا بنمارسها بشكل عنيف على أولادنا. فطيب أنا بدور على أي شيء يضايقهم، على أي شيء ينرفزهم، إذا سترة. كان مثلا هخرب شيء، أو هشرب سجاير، أو همشي مع بنات، أو هاخد أشياء من البيت أخسرهم، أو مثلا بيبقى واحد بيشتغل عند باباه في محل فبيخسره، بيسحب فلوس، بيعمل كذا. فالفكرة ان هو دافع الانتقام امم. من الامهات او الاباء ومضايقتهم في هذا الامر. وطبعا ده بيبقى شكل من اشكال تمام. التنفيس عن الغضب. يعني هو طيب. عنده شحنة غضب وشحنة يعني طيب كراهية دكتورة، احيانا. احنا في امر نعم. مهم جدا، لان الامهات بتتفاجئ ان الابن عمل كده او الابنة عملت كده. هل في علامات اقدر اكتشف فيها بدري؟ يعني انا بكتشف الموضوع ده من بدري، علامات تظهر عليه علشان اشوف الاسباب ايه، واقعد اتكلم معاه او معاها واشوف الدنيا فيها ايه. اكتشف طبعا الاكتشاف المبكر في اي حاجة بيخلي العلاج يكون اسهل علينا. يعني احنا بنزعل والله من الامهات لما بيتفاجئوا. يعني ليه؟ لأنه كل شيء، كل تصرف هيؤدي لتصرف تاني لو أنا أعرف. يعني استحالة مثلا حتى مستوى الأشياء، يعني لما يبقى مثلا كرسي كسر رجله، لو قعدت عليها ينكسر. فدي امم. ده يعني ده شيء طبيعي، ان انت بتلاحظي شيء هيؤدي لشيء تاني. فنفس الحكايه لما الاقي انا طفل من سن صغير مثلا من اعتاد ان هو ياخد الشوكولاته الموجوده في الثلاجه، لا ياكل الاكل بتاع اخته الموجود مثلا، او ياخد، او البنت تاخد تستحلي لبس اختها مثلا. يعني في عندنا سلوكيات لو امم. انا سكت عليها شيء طبيعي انها تتحول الى عاده، وتتحول الى سلوك سلبي، وهذا امم. السلوك السلبي هيكبر ويتضخم. فانا ما اجيش اتفاجئ لما الامور تتضخم. فانا لازم اولا اراقب سلوكياتي انا، واراجع نفسي، وطبعا عن طريق المعرفه وعن طريق الخبره، وعن طريق امم. ان انا يعني يبقى في محاسبه لتصرفاتي. في كتير من الامهات والاباء اخر حاجه يفكروا فيها يراجعوا نفسهم واساليبهم التربويه مع الابناء. اه. يعني بيفكروا نفسهم حاجه بيعملوا اللي عندهم، ده اللي عندي، ما هو ده اللي عندك ده يمكن 1% الصح والباقي كله خطا. فله انعكاسات خطيره وسلبيه للغايه على الاولاد. فأنا مطلوب بالتأكيد. مني أن هتحاسب أمام الله سبحانه وتعالى على فكرة. طبعا. قبل ما أتفاجئ وألاقي أولادي انحرفوا، أنا امم. هتحاسب يوم القيامة. ويمكن حكينا مرة إن الآباء الأبناء على الآباء 20 حق، وهيسألون عليه يوم القيامة. في امم. ال20 حق ده صعب جدا إن أنا لا أعرفه ولا أعرف كيف أقوم به.
فنقطة خطيرة، أنا لا براجع تصرفاتي ولا براجع تصرفاتي أيضا على ما ينبغي عمله، وبالتالي أنا لما بتفاجأ أكون أنا دمرت شخصية ابني للأسف، ودمرت ثقته للأسف يا بنفسه دكتورة. اه. وخليته يلجأ لسلوك عدواني. يعني امم. السرقة أحيانا بنوصل في مرحلة السرقة إلى شيء من الاضطراب بقى النفسي العقلي مع بعض اللي اسمه هوس امم. السرقة، امم. إن هو بيسرق وهو مش محتاج، بالظبط، لكن ايوه. هو مش قادر يمسك ده اضطراب نفسي متقدم، ده اللي اسمه الليفل بقى العالي جدا، يا إن دكتورة، هو احنا بنشوف يمد اصلا إيده ازواج ويسرق. بيعانوا من الموضوع ده من زوجاتهم، بيبقى خايف ياخدها معاه في اي مكان، تروح فندق تاخد، تروح عند تمد اصحابه إيدها تاخد، وهي وهو مش ممكن محتاجة نهائي. وهو ممكن يعمل كده. انا بالظبط. اعرف ناس محترمين في وظائف محترمه وتم اقالتهم نتيجه، او تم ان الناس يعني ما حدش يتعامل معاهم، لانه لو دخل بيت مثلا، لو زرنا مثلا في البيت، لا ما يقدرش يمشي لغايه ما ياخد حاجه، ايوه. ده مش قادر، على الرغم ان هو يعني ماديا مرتاح، لكن بالظبط، الفكره هو ان خرج هو عن لا السيطرة. يستطيع ان يقاوم، ما ايوه. عندوش قدرة على المقاومة، إن أنا لازم أمد إيدي. ممكن يشعر بالذنب بعد كده أو هو ما يشعرش بالذنب، بس هو في ايوه. الآخر بيعمل هذا السلوك. تخيلي يبقى ده أم أو أب، يا وتخيلي إن الله. الأولاد يا الله، يفتحوا ده عينهم لازم ويشوفوا علاج. أمهم أو أبوهم وصل لهذا الاضطراب. اه. فدي النقطة خطيرة جدا حقيقة. تاني نقول للأمهات والآباء، ابدأوا بعلاقة سوية مع أولادكم من سن صغيرة، فيها امم. الصداقة، فيها الحوار، فيها القدوة الحسنة، فيها الاحتواء، فيها تصحيح الخطأ. مش أنا أشطب الإنسان علشان أشطب ابني أو أوصمه أو أحطه في ركن الإجرام وهو عنده سلوك خاطئ. أنا مش الشخص ده أيوه زي ما هو، لكن امم. أصحح الخطأ. وبعدين تصحيح الخطأ بيحتاج مني إن أنا يعني أقرأ وأتعلم إزاي فعلا أتعامل مع الأخطاء بشكل أقل من الخسائر. والله خرجت الأمور عن إيدي، أو بمعنى أدق أنا فاشلة أو مش عارفة يعني، وطبعا إحنا معظمنا ما بيقولش على نفسه فاشل، فأنا راح أستشير واحد متخصص في امم. هذا الأمر وأقول له ساعدني. مش عيب، مش معنى إن أنا مريضة نفسيا عشان أطلب استشارة نفسية، لا أنا بالظبط. محتاجة فعلا حد امم. يساعدني، حد يعرفني، حد يعلمني. وده شيء يعني حقيقة يعني هو شيء مهم جدا يا نطلع دكتور، بس من احنا مش عايزين نوصل للمرحلة دي. يعني امتى كأم وكأب ألجأ لمتخصص سريعا قبل ما يتفاقم معايا الأمر بالشكل ده؟ يعني لما اشوف ايه حضرتك تقولي لا انت لازم تكلم متخصص بسرعة قبل ما الموضوع يكبر عن كده. إحنا ممكن نكلم المتخصص في 3 مراحل. امم. المرحلة اللي في مرحلة بناء الشخصية، أنا ما عنديش فكرة ولا عندي علم ولا مهارة، يعني قدراتي مش جايبة هذا الأمر، هروح أسأل واحد إزاي أبني شخصية ابني. إذا في عندنا المرحلة الثانية مرحلة امم. الوقاية، أنا ما عنديش بعد النظر كيف أتعامل مع أولادي بحيث أقيهم الوقوع في الأخطاء، برضه تمام. بروح بسأل فيها المستشار. امم. أنا علمني إزاي أنا ما أخليش ابني في يوم من الأيام يمد إيده أو ينحرف سلوكيا أو ينحرف جنسيا أو ينحرف. أنا لازم أتعلم كيفية الوقاية. طب أنا ما عنديش هذا الأمر، فأنا برضه بروح، بس أهم حاجة مش أروح أستشير وما أطبقش أو ما امم. أتغيرش، لا امم. ده أنا هروح وأنفذ التعليمات بالحرف. يعني أنا لما يبقى ابني سخن ودرجة حرارته مرتفعة وأوديه الدكتور يقول لي اعملي 1 2 3 ورجعت على البيت زي قلتي ما عملتش حاجة، الولد صح. هيموت بين إيدي. بالظبط. لازم التزم بالتعليمات، ولازم انا اللي اتغير، ولازم انا اللي اضحي عشان اتعلم واتغير. النقطه الثالثه اللي استشير فيها لما يبقى فعلا انا محتاجه علاج ايضا. يعني احنا عندنا المرحله البنائيه ومرحله الوقائيه، وده المنهج الاسلامي في التربيه، امم. وعندنا المرحله العلاجيه. انا مش معالجه، انا مش متخصصه، فلازم مباشره الجا للمتخصص عشان يعطيني خريطه علاجيه، مش بس ان انا اعالجه، لا وانا اتغير، بالتأكيد. والموجودين معي في البيت ايضا يساعدوني على معالجه الخطا اللي هو صدر من فلان او علان او كذا او كذا، ونبقى امم. احنا كلنا بنلتزم بهذه الخريطه العلاجيه. فنقطه بالتأكيد. مهمه جدا التوعيه الصحيه للامهات والاباء، امم. ان احنا مش اتربينا احسن حاجه ولا يمكن عندنا افضل حاجه، جيل مختلف عن جيل. فمن وجود المستشار التربوي الاسري النفسي على درجه عاليه من الامانه ومن الصدق ومن المصداقيه، هو ده المفروض يبقى صديقنا في رحله التربيه.
بالتأكيد بشكر حضرتك جدا. في النهاية الدكتورة منى صبحي، دكتوراه في التربية ورئيس المنتدى العالمي للفكر والثقافة، على وجودك معانا، شرفتينا ونورتينا. والحقيقة يعني حابة أذكر كل الآباء وكل الأمهات إن الوعي بالمشكلة والانتباه للعلامات من البداية للأبناء اللي بدأوا يمدوا إيديهم في مرحلة المراهقة بدري، ومشاعرنا إحنا الموزونة اللي بعيدة بقى عن الانفعال والضرب وشايفينها دي وصمة عار علينا وفضايح، هو طوق النجاة للابن أو الابن اللي بتعمل كده. هدفنا مش إحنا إن إحنا يعني مش نثبت عليه التهمة ومسكتك متلبس يا حرامي يلي يلي، لأ، هدفنا إن إحنا نفهمه اللي بيعمله ده غلط، وإنه عند الله سبحانه وتعالى هيتحاسب عليه، وليه أنت بتعمل كده. ونبدأ نتكلم معاه تدريجيا. ما قدرناش إحنا نحل زي ما الدكتورة قالت، لازم نلجأ لمتخصص يساعدنا ويقول لنا نعمل معاه ايه بالخطوات ونلتزم بالخطوات. ندعو الله سبحانه وتعالى بالهداية والصلاح لكل أبنائنا وأبناء المسلمين أجمعين. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.